نتكلم لكي يسمعون الناس. الشيخ فهد، أنا أفهم وأدرك أنك تدعوني إلى الإسلام، ولكني بكل محبة، بكل محبة لك يا شيخ فهد أسألك: كيف تريدني أن أؤمن بنبي كان مسحورا، وبنبي أراد الانتحار، وبنبي قال لامرأة ناضجة أرضعي رجلا ذو لحية؟ كيف تريد مني أن أؤمن بنبي مثل هذا؟ كيف تريد من نبي مرة الله يقول له ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وتارة هو يقول لقد أمرت أن أقاتل الناس؟ القرآن والسنة مملوئين من التناقض، فكيف تريدني أن أؤمن بإله التناقض بنبي مثل ما قلت لك كان مسحورا وكان يريد الانتحار؟ كيف تريدني أن أؤمن بنبي مثل هذا؟